عمالة ادور على جوزي العزيز مش لاقياه. تعال نخش نشوفه بره كده معانا. انت بتعمل ايه؟ انت اللي بتعمل ايه؟ لا انا عمالة ادور عليك. انت بتعمل ايه؟ لا بجد بجد. انا عامل فطار مالكيش دعوه. بس السكينتين وكده. هعمل كل حاجه النهارده. هتستعمل ايه؟ كل حاجه انا اعمل فطار. اقفلي بس كده لحد ما اجهز الحاجه وبعد كده انا هقول لك هنعمل ايه. بجد؟ ايوه انا هعمل فطار مالكيش دعوه. خلاص بقى يا محمد اهدى بقى. حاجه كده ايه. طب قول لي تعالي دوقي. خلاص تاكل لوحدك. بس هتتخن. انا عايز اتخن. لا انا اخس، انا اتخن انت تخس. انت ما رياضي. ينفعش. لا انا مش رياضي. عايز اشوف الفطار بتاعي طعمه. يا سبحان الله، طلع لي كل المعدات دي عشان في الاخر يفتح اللبن. عشان تعرفي بس. لا حول ولا قوة الا بالله. حليب يا قشطة. حاجه ايوه ليها استخدامات. والله. يعني انت اللبن قطعت المقص شغال. هنا في دماغ، هنا في ابتكار. حتى المقص بايظ. مش عامل لي فيها. سلسل. ماله كده. مش انت اللي مطلع لي؟ بص قدام في الاخر قطعها بايدك. انا قلت المقص بقى هيشتغل بقى. بس انا قلت قلت اعمل فطار يبقى اعمل فطار. والله دي بقى هفرجك عليها. هتفرجنا على دي. اصبري عليها. طبعا عجينه من بره اسود ومن جوه ابيض. اقفلي بس لحد ما اخلص. انا عارف انا بعمل ايه، ما تقلقيش. والله العظيم. اقفلي طب بس. والمصفى لازمتها ايه؟ هوريكي بقى استخدامها. دورها لسه دورها هي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عيني عليك باردة يا زوجي العزيز. موهبه. موهبة انت مش قادره. موهبة. سيبيلي وأنهي انا الموضوع ده. سايبهولك والله. هشوف إبداعات النهاردة يا ولاد. تعالوا افطروا معانا. بفكر ايه. هنا في دماغ، هنا في ابتكار. قرب ما تعملي لنا طاسه بطاطس أيوه بتاعت طعميه وتنام عليها اليوم كله. يا نهار احوس ومقندل. هو كده ليه ان شاء الله انا كده بره المطبخ يا محمد. لا مش طالع. من غير مطرود. مش هطلع. لا بره. انت كمان بتغزني في مشاعري في قلب مطبخي. خير ان شاء الله. ده حتى السكينه تشهد عليك ان انا شاطره ولهلوبه. دي تاني مهمه. اقفلي واصبري عليا بس. تسلم ايدك والله، والله تسلم ايدك. طريقه عمل البطاطس من يد استاذ محمد. تقشيرها فكرة. صباع صباع. الموضوع مش صعب. والله والله العظيم الموضوع سهل جدا. وكل حاجه عندك سهله. ايوه طبعا. بسم الله ما شاء الله. عيني عليك برده يا قلبي. بص يا ولاد، بص يا ولاد، بص يا سيدي. انا بعد كده اعمل فطاري بنفسي. كل شويه. ما انت تعمل بنفسك، ما احنا هناكل معاك ان شاء الله. فين الفطار يا ابني فيديوهاتي تشهد. تشهد ايه بس. نصها ضارب. اوعى تغزني في مشاعري. انا حاسس ان انا بقطع لفت مش بطاطس. والله كلها ميه. لا دي ناشفه. البطاطسايه طريه يعني ايه، هتقرمش. البطاطسايه اللي تلاقيها كده بتبقى مقرمشه. الله عليك خبره فلاحه. امال يا ابني واخد واحده ايه 7 صنايع والبخت ضايع. بس كده يا سيدي. كل حاجه يعني. انت استخدمت النهارده كام سكينه؟ في سكينه البطاطس. ايوه. في سكينه للقوطه. ايوه هم مخصصهم كل حاجه لحاجه. ايوه طبعا. عشان كده مطلع لنا المعدات دي كلها. ده منظم. موهبه يا بنتي. فنان. بس كده. وكده يا ولاد قشرنا البطاطس. تسلم ايدك. بتعمل ايه يا محمد؟ هولع في البتنجانيه. اتفرجي عليها بعد ما تخلص. يا خراشي يا ومعانا ومعاكم طريقة عمل السلطة وبشرتها
عشان الرجيم. والله الايام اللي جايه رجيم. مش شايفه اللي بيحصل حوالينا؟ شايفه بصراحه، شايفه كل خير الحمد لله. يا ولاد ابشروا الجزر يا ولاد، عشان سنانا. عشان احنا ما بقاش فينا اسنان يا ولاد. استنوا، فنان يا ولاد فنان. خضره. ايوه الدكاتره قالت الخضره اما نجرب. اهم. احنا هنمشي وراهم، هم اهل العلم. يا سلام ونعم العلم يعني. هو في ايه النهارده كله بيطير من كتر العلم يا ولاد، الكلام والحروف بتطير. وده كمان العلم قالوا كل حاجه تبقى لوحدها. ايوه. ولا ده الجديد بتاعك؟ هنا في ابتكار، هنا ضرب نار. خلي كل حاجه لوحديها. واللي عايز حاجه ياكل. انا شفت كده في الفنادق والله. احنا مش فنادق هنا يا بعد اذنك لو سمحت، مش في الفنادق. كان يوم اسود يوم ما دخلته. قول لي ليه؟ هو ايه؟ لا ان شاء الله ماله المطبخ. مش احنا بتوع الفنادق. والله العظيم احلى فطرتك ليه. احنا فول وطعميه وخد جلابيتك في ديل سنانك واطلع يجري. استنى هبدع لك النهارده. والله. وهذا هناكل بالشوكه والسكينه هذه السلطه. حضروا يا ولاد الشوكه عند السكينه. مصمصت بق كتير يا ناس على هذا طبق السلطه. بس هنعكشه في الاخر. اقفلي بقى لو سمحتي. خير ان شاء الله تنعكشه بعد ما تعبنا فيه وشكله بقى حلو كده. استغفر الله العظيم يا رب. وعلى ايه يا قلبي وعلى ايه؟ معرفش اتطور كده. اقفلي. هنا قررت قبل ما فكرت. بتعمل ايه يا فنان؟ جبنه على قطه. طريقة عمل الجبنة على قطة؟ جبنة ايه على قطة؟ لا دي مش طريقه عمل، دي حاجه انا بحب انا اعملها اكلها. الناس كلها بتعرف تعمل جبنه بقوطه. لا بنفس التقطيعة دي ما اتعودت على اظنش. كده. تسلم الايادي، تسلم يا جوزي لينا. بس بصي. ايوه بص والله هو بيحط بأمانة الجزر الخيار عليها كده، يقشره ويحطه ويبقى طعمها جامد جدا. دي جبنة قديمة بطحينة عليها شوية زيت بقى وطماطماية وخياراية متقشرة جامدة. فطار الابداع. يا مبدع يا فنان. لو ان اقفلي. خير اللهم اجعله خير. قلبي مرفرف زي الطير. هتعيطنا ليه على الصبح يا قلبي؟ عجينه. عجينة ايه؟ طعميه. هتعمل لنا فلافل؟ فلافل يا معلم. ابداع. هنا في ابتكار، هنا ضرب نار بجد بجد يا حموكشة. ويا تكاتو. تكات بقى ايه؟ اوعى وشك يا معلم. حركات. اللي غيران مننا يجي يعمل فلافل زينا. ممكن تعمل فطار. يعني ضرب نار. انا بشوفهم بيحطوا كل انواع التوابل. لو التوابل اديت هم عملوا كده انا اعمل فين طقوسك يا فنان؟ اعتذر. الا المطبخ يا سيدي. بصوا يا ولاد مبدع. بالراحة والنبي، بالراحة علي. هو يوم للتاريخ. هتسجلوا التاريخ؟
يا سيدي عندنا بقى ما اقولكيش حاجه تسلم كده الايادي. اخر جمال فركش اقفلي. قعدت تقولي نطلع السكاكين ليه ونطلع المصفى دي عشان النتيجه الجميله دي. والله عظمه والله عظمه بجد. حاجه كده بصي. فانت قاعد بيعمل الاكل عشان سريعة. تقعد تاكل لوحدك في المطبخ. لا هناكل مع بعض. اللوحه الفنيه بتاعتك تعملها وتاكلها لوحدك. حاجه كده بصي دي النهايه يا جماعه. والله باي باي. باي باي. هو ايه اللي باي باي؟ هو انت بمزاجك نفتح الفيديو بسكاكينك بمقصاتك بحواراتك؟ خلاص. ما نوري الناس. بتاعنا طيب الجميل اهو. استنى بص بص نفطر فطار عظمه. بص الابداع يا ولاد بتاع البابا غنوم. هيوريكم يا ولاد طريقه عمل كل حاجه يا ولاد. بص يا سيدي، انت ايه بتصبر نفسك يعني ولا ايه؟ مش فاهم بصراحه جميله. خلاص اشوفكم على خير خلصت في فيديو جديد. خلصت خلاص. يا صباح الفل.